لسه ما اتفرجتش على فيلم ولاد رزق الجزء الثالث ما تدخلش تتفرج عليه. خلينا نرجع فلاش باك لورا كده شويه. الجزء الاول من ولاد رزق كان حلو ومرضي بالنسبه للجمهور، وعلى الرغم من بساطه التصوير والانتاج الا انه حقق نجاح حلو قوي. ولما قرروا يعملوا الجزء الثاني منه بداوا بدعايه كبيره، وهنا الجمهور بدا يتحمس اكتر. لكن لما دخلوا اتفرجوا شافوا مشاهد مكرره، نفس القصه متعاده، مفيش اي جديد في الانتاج ولا التصوير ولا غيره. الموضوع ما كانش مرضي ليهم. ببساطه كده الجمهور خاب امله. نيجي بقى للجزء الثالث. الجزء الثالث اختلف تماما جدا عن الجزء الاول والثاني في كل حاجه، واولهم واهمهم ان الانتاج بقى مقسوم نصين، نص مصري ونص سعودي، وده خلى ان الفيلم يتحط فيه فلوس كتيره قوي عدت ال250 مليار جنيه. كان في صرف باين قوي في المعدات والكاميرات اللي بيشتغلوا بيها، وكان في تطور كبير جدا في مستوى الاكشن عند ممثلين وناس جديده وناس من الممثلين القدام. لغايه هنا وكل حاجه حلوه قوي. بس لو جينا نقارن الجزء ده باللي قبله هتلاقي ان الدعايه والاعلام مصروفه على الجزء الثالث بطريقه كبيره قوي، علت من طموح الجمهور وخلت كل اللي ما شافوش مستني يدخل يشوفه، وسينمات بتقف طوابير عشان مش قادره تستحمل العدد. والسؤال هنا بقى، لو كنت من المحظوظين اللي هيدخلوا يتفرجوا عليه، هل هتلاقي اللي مستنيه في الفيلم ده جوه ولا هتحسه فيلم عادي؟ خليني اقول لك، لو مستني تتبسط وتقضي قعده حلوه فانت هتتبسط، لان التصوير والشكل العام للفيلم مصروف عليه جامد وده باين جدا. بس لو مستني تشوف قصه جديده مختلفه او اكشن جديد او تطور في مستوى الاكشن، فحب اقول لك لا، للاسف ده مش موجود. القصه متعاده لنفس المجموعه اللي بتقرر تتوب عن الاجرام وبترجع تاني عشان في عمليه محتاجين يتجمعوا فيها، وبتبدا الاحداث تعيد نفسها لدرجه انك لو سمعت الجزء الاول والتاني هتحس ان في مشاهد بتتكرر معاك بالتفصيل في الجزء الثالث. الفيلم فيه شويه ايحاءات وافيهات مش تمام، وده موجود في الجزء الاول والتاني وبيزيد اكتر في الجزء الثالث. هتلاقيهم هنا بيعاملوا البنت كانها سلعه بنبيعها ونشتري فيها، ده غير ان الفيلم بيحلل حاجات كتيره للرجاله زي مثلا خيانه احمد عز لمراته. واهم حاجه بالنسبه لي كانت في الجزء الاول والتاني انك تقدر تفهمهم، لكن الجزء الثالث معقد شويه من كتر الشخصيات اللي موجوده فيه، بتبقى تايه ومش فاهم منين بيودي على فين. فملخص الحوار، لو مقرر تروح تتفرج على فيلم سينما ما تتفرجش على ولاد رزق، لكن لو مقرر تتفرج على فيلم فشار فاتفرج عليه، وخد بالك ان الفيلم بلس 18، يعني ما ينفعش كل العيله تتلم حواليه. سلام. آخر مرة بعد عمك.